والله يا جماعة أنا مش عارفة بجد أتكلم أقول إيه، يعني الواحد للفيديو ده بالتحديد مش مرتب أي كلام. بس بجد صورة ابنها ما بتفارقش خيالي من ساعة ما عرفت خبر وفاته، يعني وهو دايما كده صورته قدامي. بجد 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 ربنا يصبرها، بجد قلبي موجوع قوي قوي. يعني عليها بصراحة، يعني هو الطفل، يعني ربنا يرحمه. هي بقى قلبي موجوع بجد عليها، للي ما يعرفش يا جماعة دي سِت البيت آلاء. بتنشر محتويات وفيديوهات على الفيسبوك. يعني ظهرت بالتحديد لمّا جابت عبد الرحمن ابنها، يعني مريض. المرض ده نادر وصعب جدًا علاجه، هو ما فيش حاجة تستعصي على الله، بس بمعنى أصح هي يعني لفِّت كتير يا حبيبتي وتعبت كتير وشقيت كتير جدًا، جدًا إن هي توصل لحد يعالجه. كان دايمًا الأطباء يعني يعني كان علاجه المفروض تكاليف علاجه حوالي 48.000.000 كده تقريبًا، يعني في الشهر أو يعني تقريبًا حاجة زي كده، يعني كان رقم خيالي يعني. هي طلعت وقالت إن ممكن يكون الرقم ده تعجيزي، يعني إن هُم بيعجّزوها لإن هو حالته ما لهاش علاج. للي ما يعرفش إن هي كان عندها طفل أو أخوه الكبير قبل منّه برضه كان بنفس المرض. عيالها ربنا بيبتليهم بالمرض ده لإن هو نصيب في الأول وفي الآخر. بس هي وزوجها قرايب، بس مش كل القرايب بييجي لهم يعني أمراض وكده، بس هو نصيب وابتلاء من عند ربنا واختبار صبر طبعًا. بس يا حبيبتي هي صبرت كتير جدًا، 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 جدًا. يعني قعدوا يقولوا جدًا دي لمليون يعني مرّة، لمليون مرّة. ابنها برضه الكبير كان عنده برضه المرض ده واتوفى تقريبًا شهور أو سَنة حاجة زي كده. بس يعني بجد هي مش أم عادية، بجد هي ما كانتش أم عادية، مش الأم اللي ابنها مات وبتعيش حياتها بعد كده وتقول أنا احتسبته عند ربنا، بتعيش حياتها وبعد كده بتفكّر إن هي تجيب أولاد تاني أو يعني بتفكّر إن هي تعيش حياتها بشكل طبيعي، بس لأ هي ما بتنساهوش، حتى وهي معاها عبد الرحمن ما بتنساهوش. بتروح له قبره، كانت بتُقف تحت قبره بتقول أنا ابني تحت رجلي والدنيا بتمطَّر، وتروح وتبُص عليه وتعيّط وتقول له: "نِفْسي يا حمزة ترجع ولو ربع ساعة، لو 5 دقايق بس أشوفك وترجع تاني." يعني كُلّنا يا جماعة بشر، وهي أم وقلبها موجوع على ضناها. كانت في ناس كتير جدًا، جدًا بتهاجمها على طريقة أكلها، على طريقة يعني هي على طريقة ابنها عبد الرحمن. طبعًا أنا طالعة الفيديو ده عشان خاطر أخبركم إن عبد الرحمن توفاه الله. يعني بعد رحلة مشقة من العذاب، مشقة من التعب، مشقة من العلاج والسفر والمروح والمجي، عبد الرحمن توفاه الله. الطفل ده يعني صاحب 3 أو 4 سنين. بجد أنا قلبي واجعني وحياة ربنا وأنا باقول الكلام ده جدًا، جدًا، جدًا فوق ما تتخيلوا. الطفل ده الطفل ده كان طفل برضه مريض ومرضه برضه صعب جدًا. بس هي يا حبيبتي عمرها ما قصّرت معاه، للناس اللي كانت بتهاجمها بجد يعني أنتم ربنا يعني ربنا معاكم والله بجد، يعني مش معاكم. يعني ربنا يتصرّف فيكم بجد لإن أنتم ناس مرضى. لو اتصرّفت تصرُّف مش عارفة إيه، يهاجموها ويعتبوا عليها ويهاجموها هجوم شرس. هي ما أهملتش في ابنها نهائي، نهائي، نهائي. ربنا يا رب يعني يجعله في ميزان حسناتها. فرحت أوي لمّا متابعة كانت كاتبة لها في التعليقات وبتقول لها: "يا آلاء أنا شُفتِك قدّام واقفة عند باب الريان ومعاكِ ولدين." لمّا عرفنا طبعًا إن عبد الرحمن مات. فهي يعني الصابر على المرض، ومرض مش أي حد، ده مرض حتّة من قلبها يعني، ده ابنها. عبد الرحمن يا جماعة كان طفل غير طبيعي، ما كانش يعني طفل زي الأطفال كده يعني عنده مرض وخلاص، لأ ده كان طفل نايم، ما بيتحركش، ما بيعملش حمام إلا لمّا هي بتخلّيه يعمل حمام، ما بياكلش إلا خلال خراطيم، يعني خراطيم ضيّقة جدًا والأكل مطحون، وكانت دايمًا تعقّم الحاجات دي. بصراحة كان مشقة جدًا، جدًا، جدًا عليها. لمّا جات تفرح آلاء بابنها التالت، هي طبعًا أنا عرفت إن هي هتولد ابنها، يعني حامل وهتولد. ويوم ما ولدت وعشان تفرح آلاء ما فرحتش،
ما فرحتش بجد. تاني يوم على طول عبد الرحمن توفى. زي ما يكون يا حبيبي بيقول لها خلاص يا ماما افرحي وتهني، وأنا هاروح في دنيا تانية خالص. بجد كلام يوجع القلب أوي يا جماعة. يعني زي ما يكون بيقول لها كده، يعني كلنا حسيناها كده وكلنا كتبنا لها كده في التعليقات، إن يا جماعة يعني هو زي ما يكون بيقول لها يا ماما افرحي وتهني بابنِك الجديد، أنتِ يعني بجد تعبتِ معايا أوي، 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 وربنا عوّض صبرِك خير، وربنا يا جماعة المفاجأة إن ربنا رزقها بطفل سليم معافى. الحمد لله يا رب. يعني هو ما نقدرش نملك أي شيء يعني يا جماعة. ما نملكش أي شيء غير إن إحنا نقول ربنا يصبّرها، ربنا يربط على قلبها الصبر والسلوان بجد على عبد الرحمن. علّقتنا بيه وهي كمان كانت متعلقة. إذا كان حمزة اللي قعد معاها شهور كانت بتروح له المقابر وبتزوره وبتعيط عليه وعمرها ما نسيته لحظة واحدة، أُمّال بقى عبد الرحمن اللي قضِّت معاه سنين وشهور. يعني بجد يعني وجعت قلوبنا، يعني وجعت قلوبنا أوي لمّا كانت بتزور حمزة في المقابر. بجد ربنا يصبّرها يا رب. دعواتكم ليها يا جماعة في التعليقات، ادعوا لها يمكن حد قريب إلى الله ربنا يستجيب منه إن شاء الله. ربنا يا رب يصبّرها ويربط على قلبها يا رب، اللهم آمين يا رب، يا رب، يا رب. أنا عاملة الفيديو ده يا جماعة بجد والله، والله مش عشان خاطر أنا باقدّم محتوى ولا أي حاجة. بجد أنا طالعة باعمل الفيديو ده عشان خاطر هي كانت معلّقانا بعبد الرحمن. كنا بنحبه جدًا، طفل يعني بريء، يعني طفل لا ياكل ولا يشرب ولا يرى. كانت يا عيني بتتبسط بأقل حركة بيعملها، لو بربش عينيه كانت بتقول دي شايفني. يعني كانت بتتعلق بأمل ضعيف جدًا، 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 يكاد يكون معدوم أو يكاد يكون وهم ومش حقيقي. بجد ربنا يصبّرها يا جماعة والله العظيم. أنا بجد موجوعة أوي، أوي، أوي على عبد الرحمن. بجد يعني صورته ما بتفارقش خيالي والله. ربنا فما بال أنا اللي ما عِشتش معاه ولا شُفته غير عبر التليفون بس، إن أنا باتفرّج على فيديوهاتهم. فما بال هي كأم وعاشت معاه طبعًا لحظات كتير جدًا وأيام وشهور. ربنا يا رب يصبّر قلبها يا رب ويفرّحها بالمولود الجديد ده، ويجعل لها كده حمزة وعبد الرحمن باب من أبواب الجنة، من أبواب جنة الفردوس كمان. هو باب واحد للفردوس، ربنا يا رب يجعل لها نصيب فيه. دعواتكم ليها يا جماعة في التعليقات، وانتهى الفيديو مع حضراتكم ومع السلامة.